في أسماء ما بتموتش بتفضل محفورة في الذاكرة، وفي بطولات بتتكرر بنفس العزيمة وبنفس الدم وبنفس الاسم كمان. سنة 2017 اللواء امتياز كامل واجه رصاص الإرهاب وبرجولة وما استسلمش، وكتب اسمه وسط أبطال الشرطة اللي ضحوا بأرواحهم عشان البلد. وبعد 7 سنين الاسم بيرجع من تاني، بس المرة دي في قلب حريق سنترال رمسيس، واللي وقف وسط النار ابنه الملازم أول نور امتياز. كان بطل ابن بطل، اقتحم النار من غير تردد وبنفس الثبات اللي واجه بيه باباه رصاص الغدر. وفي الوقت اللي الكل بيجري من الخوف هو دخل وخرج بوسام البطولة. الموضوع بالنسبة له ما كانش مجرد وظيفة، دي رسالة ووصية يكملها. صورته وهو بيطفي الحريق قلبت السوشيال ميديا، صورة ابن بيمشي على خطى أبوه وحب مصر والتضحية عشانها. 16 ساعة بطولة وعزيمة وإصرار كتبوا النجاة لعشرات الموظفين. 16 ساعة من نار بتتجدد 4 مرات، بس الإرادة كانت أقوى. رعب سنترال رمسيس ما يقلش عن حالة والدة نور سحر السيد، معرفتش لا تنام ولا ترتاح، كانت على أعصابها وهي مش عارفة تطمن عليه. حتى لما شافت صورته على السوشيال ميديا بكت وفرحت في نفس الوقت، بكت من الخوف على ابنها وفرحت من الفخر اللي هو عمل. والدة الملازم أول نور فضلت على الحال ده لحد ما سمعت صوته تاني يوم الصبح، كلمها وطمنها. بطولة نور وصلت قصر الرئاسة، حرم الرئيس السيسي شافت الصورة بقلب الأم وكلمت والدة نور وهنتها على بطولة ابنها وزمايله من رجال الشرطة. البطولة دي ما كانتش بس بطولة نور، وسط جحيم سنترال رمسيس الرئيسي كان في بطولة تانية. صاحبها نزل من عربية ملكي لونها أحمر في مشهد غريب، فجأة فتح شنطة العربية وقلع هدومه ولبس بدلة الإطفاء. الشخص ده يبقى الملازم أول محمد أحمد أمان، ضابط بالإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة. اليوم ده كان يوم الراحة بتاعته، وأول ما سمع باللي حصل ركب عربيته وطلع يجري على موقع الحريق عشان يساعد زمايله. وفي قلب النار الرائد طارق الدسوقي دخل مبنى السنترال عشان ينقذ الموظفين المحتجزين في الدور الثاني، وفضل أكتر من 16 ساعة وسط الجحيم لحد ما أغمى عليه ونقلوه المستشفى، بس بعد ما اطمن إن الكل بخير. ملحمة سنترال رمسيس كانت بطولة مشتركة وقف فيها الشعب مع الشرطة إيد واحدة، ملحمة بنت فيها مصر الحقيقية، مصر البهية اللي ما بتنساش ولادها ولا أبطالها.